شاعرنا الكبير استاذ زكي زهران، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. وعدتني بقى النهارده هتقول لي حاجه جديده. ان شاء الله هقول لك، هي حاجه هتبقى جديده ومش جديده، يعني حاجه نعملها من سنه 88، حاجه اسمها لقمه عيش. جديده طبعا، طالما ما حدش يعرفها يبقى لسه جديده للي ما يعرفهاش. خلاص ماشي. اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بحضرتك يا فندم. بتقول خد مني عمري وشبابي وسني، واديني لقمه عيش او عشه بجدار هيش، مع اني ما تكفيش، عندي 7 ابقاء، اللي يقول واللي في قلبه الداء، والقبض ما يكفيش، باخد انا 60 ملطوش، 30 منهم بس ايجار، وال30 الباقيه ديون للبقال واللحام عمك عظمه الجزار. فين ايام جدك طربوش؟ كانوا 6 جنيه بيكفوا، واجي على اخر الشهر يصفوا على ملطوش. هتكفي ايه يا اسطى؟ دي اللحمه ما بشوفهاش، وسمعت من الجرانين مش اي حد يجيبها، عايزه كمان واسطه، والواسطه عندك مين؟ اوعى تقول سيد افندي، ده كان عندي بيشحت جاز، اصل الجاز كمان غلوه، زي البيض والشامبو والبسطرمه بنت الهرمه غليت برضو والله يهو. واعمل ايه انا في الديانه اللي في كل مكان بلاقيهم؟ اعمل ايه علشان ارضيهم وارضي ولادي برضو ازاي؟ سيبك يلا يا عطوه معايا، هنروح نشرب واحد شاي، وانت عشان صاحبي وحبيبي برضو هقولك تمشي ازاي. انا اعرف واحد في الحته عنده فلوس كوام كوام، عايز واحد مخه مفتح زيك كده. قلت لي ايه؟ في ايه يا غلاب؟ هو انا عارف عايز ايه؟ عايزك بس توصل شنطه يا في اسوان يا في بلدك طنطا، وهيديك على الشنطه 200. طب والشنطه دي فيها ايه؟ هيكون ايه غير احلى بضاعه، والموضوع ده هياخد ساعه، يعني في شهر ولا 2 تبقى يا عطوه زين الزين، ولا ترجع تستنى ما هي، ولا صوتك يعلى على بهيه وتجيب لك حته عربيه مرسيدس ان شاء الله 200. بقى ده كلام برضه يا غلاب، سيبك من الشغلانه ده هي. لا يا عطوه، ده انا عايزك تتأنى شويه، دي الشغلانه تاكل لوز وتخلي العالم اراجوز، وتخليك صاحب عمارات وتروق كل المزاجات، وولادك ساميه وشحات يشتغلوا في الكليات. صدقني ساعتها هتدعيلي لما تعيش عيشه البهوات. عن اذنك بقى يا ابو شحات، فكره صحيح، وتعلي قوام وتخلي الواحد سنجام، وهياكل وز وحمام. يا سلام يا سلام يا سلام. يا عطوه لو حظك راق راح يشفى الواد من الداء، ولا يرجع ويقول ولا ترجع وتشكك تاني. يخرب بيت الفقر اناني، عايز الواحد جنبه يعيش ويدور على لقمه عيش. لا يا فقر، لا يا فقر، معلش انساني، انا لازم اكل قراقيش. بس انا عايز اقول لبهيه علشان تعرف مني الاول. يا بهيه يا بهيه. ايوه يا عطوه، انا جايالك علشان عايز اقول لك حاجه. خير يا بهيه؟ تعرف ايه اللي حصل في الحته؟ لا ما اعرفش، بس انا شايف ناس ملمومه. لو تعرف يا ابو شحات. قول يا وليه يا بنت ابو دومه، صاحبك اللي تملي معاه جم مسكوم ولقم وياه كيلو حشيش وكمان افيون، اخدوا عياله كمان وياه. حاجه تحزن يا ابو شحات. ايوه صحيح عندك حق. وانت يا عطوه عايزني في ايه؟ انا مش فاكر ناديت لك ليه، يمكن كنت عايز اطمن على الاولاد. بس ازاي يا اخوانا نعيش بعد ما غلوا رغيف العيش؟ قلنا بنص فرنك وماشي، رحت الفرن اوصي بغاشي يعمل ليا بنص جنيه. عيش يا اخوانا مش حاجه تانية. طب دلوقتي انا هعمل ايه؟ ارجع تاني واقول لبغاشي يعمل ليا عيش بجنيه؟ والتموين والمصروف انا هتجنن من فيكم. يعمل معروف ياخد كل عيالي ده هي، وان كان عايز حتى بهيه يلا ياخدها. انا مش قاعد هنا في الحته راح ادور على واحده غنيه. الله الله. ده انت عارف بتفكرني باوبريت الدندورمه بتاع حسن الصبح. على حضرتك. ايوه يعني 4 بيعملوا حوارات. جميل يا استاذ زكي. الحمد لله. الف شكر، متشكره. العفو.